ايه النهارده الحلقه كلها عن ثانويه عامه بمناسبه ظهور نتيجه الثانويه العامه. في ناس جابت مجاميع حلوه، في ناس جابت مجاميع مش حلوه. ارمي ورا ظهرك، كل ده مش مهم. فاحنا قررنا نستعين بالحكم، انت الحكم، وهو حاطط لنا اسئله كتير جدا هتقيم مستوانا في ثانويه عامه. هل انا كنت طالب مثالي او زينه كانت طالبه مثاليه ولا لا؟ اول سؤال معانا هو بدأتوا مذاكرة ودراسة في شهر كام؟ وهل انتوا كنتوا بادئين بجدية وحماس ولا سنة زي اي سنة؟ صراحه انا لقيت ناس كتير قوي داخله بقلب جامد كده ومتحمسين وخايفين، وانا ابويا عودني ان انا ما اخافش من حاجه. فهم بدأوا في شهر 8 تقريبا، انا استنيت لحد شهر 1 لحد ما كله بقى يقول رأيه. انا كده طالب مش مثالي. ثواني بس سؤال، بدأت مذاكرة ولا دروس؟ دروس اصلا. لا مذاكرة. طب انا اذاكر وانا ما حضرتش الدرس ازاي يعني؟ يعني لما بدأت دروس بدأت تذاكر؟ حضرت دروس وخلاص؟ لا حضرت الدروس وبدأت اذاكر من شهر 1. انا بدأت دروسي من شهر 8. دي بدأت دروسها من اعدادي، من 1/8. خدت الفيزياء مع 5 مدرسين. شايف الناس المثالية؟ شايف؟ بدأت مذاكرة في شهر 5. ايه؟ كنت بتحضري الدروس وترميها ورا ظهرك ولا ايه؟ كنت بحضر بس اللي هو باخد فكرة. وانتوا بدأتوا مذاكرة من شهر كام؟ دخلتوا شعبة ايه وليه؟ يعني ايه شعب؟ ايه؟ يعني دخلنا ادبي ولا علمي ولا علم رياضه ولا علم علوم؟ انا دخلت ادبي، معروفه جدا، علشان انا عارف ان الادبي اسهل. انا كان نفسي ابقى مهندسه، وعارفه ان الطب 7 سنين وهتاخد مني وقت، ما كنتش عايزه الطب دي خالص. انا كنت عايزه ادخل حاجه ليها علاقه بالهندسه، واي حاجه ليها علاقه بالهندسه فيها رياضه. فقررت ان انا ادخل فنون تطبيقيه، فضربت عصفورين بحجر، دخلت علم علوم ودخلت منه ايه؟ فنون تطبيقيه، فبقيت مهندسه ديكور خريجه علم علوم، فشلت رياضه. جدع قوي. ايه ده؟ وانتوا دخلتوا شعبة ايه وليه؟ ايه اكتر مادة كنتوا بتحبوها وجبتوا فيها درجة حلوة ولا لا؟ شكلك في مادة وحشتك ولا ايه؟ طلعي ذاكريها، شكلها الفيزياء معقدة اصلا. الاحياء اكيد انت صح؟ احياء بتحب الحيوانات. انا اكتر مادة كنت بحبها الجغرافيا، جبت فيها 60 من 60، وعلم النفس والفلسفة جبت فيهم الاثنين 60 من 60، فكنت بحبهم جدا 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 فوق ما تتخيل. انا كنت بحب الاحياء والجيولوجيا والكيمياء، قفلت الثلاثه. والله احنا فينا حاجات من بعض. بحب الاحياء، بحب الحيوانات، بحب الكائنات الحيه، بحب خلقه ربنا كده في كل حاجه حيه يعني، فعشان كده كنت بحب الاحياء. اصعب ماده كانت بالنسبه لي الفرنساوي. فيزياء، اختها مع 5 مدرسين وجبت منها فيها 33 من 60 بعد مجهود 5 مدرسين ومصاريف 5 مدرسين، جبت فيها 33 من 60. مش عارفه ازاي، كنتش بفهمها، يعني كاني بقرا مثلا كلام هندي، كلام ياباني، ما بفهموش. احكي لكم على موقف حصل معايا في امتحان الفرنساوي. انت كنت معايا في المدرسه، فاكره ايه اشرف؟ ايه اشرف كانت جت قعدت جنبي في اللجنه، وانا كنت قاعده في اول ديسك جنب الباب. اول ديسك جنب الباب ده الهفق بتاع الفصل، اي حد عايز يدخل يحط اي حاجه عليه، اي حد داخل يحط الورق. هي بقى دخلت في الاول خالص اول اللجنه، ما حدش لسه اتكلم ومحدش خد ورق الاسئله، احنا وزعنا ورق الاجابات بس، فهي مسكت ورق الاجابه وراحت عامله كده. انا معايا تليفون انا بغش انا معايا تليفون. راحت مطلعه التليفون من جيبها ومطلعه السماعه بقى ايه، كانت ممشيها جوه الهدوم، وقعدت تعيط، وربنا رزقها بمراقبه حسبي الله ونعم الوكيل فيها، ما كانش عندها ضمير ولا دين. كانت صعبه جدا. احنا ما خدناش ورق الاسئله، فهي افترت على البت بقى، حاسه انها هتترقى تقريبا فيها، راحت ايه موزعه ورق الاسئله بسرعه، وراحت نادها المراقب اللي هو الرئيس اللجان، وقالت له دي كانت بتغش ومعاها تليفون وانا قفشتها. وهي اصلا اللي اعترفت على نفسها، ومن قبل ما يعني قبل ما تاخد ورق الاسئله، يعني هي ضميرها صحي فجاه. وراحت بقى هي قعدت بقى طول اللجنه، والله انت ما كنتش معايا في اللجنه، قعدت معايا طول اللجنه بتعمل ازاي؟ بتعيط كده، بتعيط بصوت عالي والله. والامتحان اصلا امتحان الفرنساوي ده كان ساعتين، قعدت تعيط بتعيط بصوت عالي جدا. وبعدين بدات بقى في نص اللجنه ترجع في الارض، وكانت قصه سودا. وبعدين يعني هي بقى بتعيط، فكل اللي معدي بيجي يشوف في ايه، وهي بقى راحت المراقبه قالت لها انت شلتي 3 مواد، الماده دي وماده فاتت وماده جايه. فالبنت خلاص بقى ايه مش باقي على حاجه، فقاعده بتعيط. وراحت كل المدرسين يجوا يحطوا الفايل بتاعهم، يعني اوراق وحاجات وملفات غياب وحاجات كده على الديسك بتاعي. فات من الامتحان ساعه الا ربع وانا قاعده بتفرج على الورق اللي قدامي، رحت عاملاه كده زقاه في الارض، ومعلش بقى مش عارفه الورق ده وقع ليه، انتوا كنتوا حاطين ورق كتير قوي، وعملت نفسي مش انا اللي زقاه. خلاص ما حليتش حاجه وعايزه امشي، حاول يا دوب اول ما عدى نص وقت قلت لهم السلام عليكم انا عايزه امشي. كانت من 40 اصلا، جبت 28 من 40 والله العظيم. وانا كنت مذاكره فرنساوي جدا 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 جدا، بس انا يعني من كتر التوتر رحت سبت الورقه وخرجت من غير ما اكمل نص الامتحان. هو في حد بيحل لغه من غير ما يركز؟ هما كانوا بيتكلموا وانا ما كنتش عارفه اسمع، والله العظيم ما كنتش عارفه اسمع نفسي. يعني انا اصلا بقرا كلام، انا بقرا كلام الفرنساوي بقراه من جوه دماغي. فرنساوي من اولى انت بتفتكريه دلوقتي؟ والله العظيم بحلم بيه في الكوابيس، وبحلم بقى اشرب كده. بعدين برضه 28 من 40 ده كتير، ده انا جبت 20. ايه اكتر ماده كانت سهله عليكم وايه اكتر ماده كانت صعبه؟
على فكره المفروض اخد 3 نقط بسبب الموضوع ايه ده، ايه المثاليه في كده؟ لان انا كنت تعبانه اصلا نفسيا يعني، فالمفروض تراعوا مشاعري. اكتر مدرس كنتوا بتحبوه في الثانويه العامه واحكوا موقف معاه. مستر مصطفى فكري بتاع علم النفس والفلسفه، غير ان هو بيدي الماده العلميه كان بينصح الشباب، ما اعرفش كده كان بيعمل كده مع كله ولا معايا انا بس هو كان دايما يديني خبراته في الحياه، كان بيحبني جدا. ساعات كان بيحضرني الحصص ببلاش وانا كنت باخد الفلوس دي انا بجيبها. دي كانت فتره ضائقه ماليه بالنسبه لي، ما كانش معايا فلوس. احنا جايين في اسئله توضح كل حاجه. يعني هو راجل كان بيعطف عليا وبيدخلني حصص ببلاش. كنت رابط عينك؟ رابط كنت انا معيش فلوس وامي تعبانه وكده وتروح تاخد منه فلوس الدرس ولا ايه؟ اكتر مدرس كنت بتحبيه واحكي موقف. يعني ايه مدرس كانت بتحبه؟ احنا كنا اطفال. اسمها مدرس كانت بتعزه. كان محمد علام، مستر محمد علام بتاع الاحياء، كان راجل محترم جدا. مستر جميل بتاع الاحياء لانه كان راجل محترم جدا، والراجل ده كان شغال في المدرسه العسكريه اللي في شبرا، قمه في الادب والاحترام والاخلاق والماده العلميه. راجل جميل يعني فعلا. هو اسمه المستر اسمه جميل جمال على فكره، وانا يعني هو فعلا جميل جمال. هو كان مادي شويه يعني، كان اهم حاجه عنده الفلوس، بس كان يعني كان بياخد الفلوس ويديك بيها ماده علميه. ايه ده يا عم؟ ده انا عايز مدرس عمل معاك موقف ياخد فلوس. ايه ده؟ مصطفى فكري بيقول لي كان مدخلني الحصص ببلاش. موقف بطولي. مستر هاني العميد بتاع الرياضه، فاكراه؟ انا كنت علمي علوم اصلا، بس لما دخلت الجامعه بقى فنون تطبيقيه واتزنقت في الرياضه كلمته قلت له الحقني انا مش فاهمه اي حاجه وشلت ماده، جه ذاكرها لي والله العظيم ما خدتش ولا مليم كده يعني. ايوه كده مستر هاني بصراحه من المدرسين ده مدرس. ده موقف جلعنه. اكتر مدرس كنتوا بتحبوه واحكوا لنا موقف معاه. اكتر مدرس كنتوا بتكرهوه واحكوا برضو موقف معاه. المدرس ده كان مدرس انجليزي، كان في اسمه سنتر الامل. والله نسيت اسمه ايه. عمل لي مشكله في البيت وراح قال لاهلي ان انا بشرب مخدرات، مجرد ان عيني حمراء. وانا بقى كان عندي مرض الربيعي ده اللي هو في مرض موسمي مع مرض الربيعي مش الرمد الربيعي. طول الحصه بقى يلمح. هو الصراحه كان معاه حق. اصل انا في مره كنت قاعد في الحصه وماسك قلم وحاطه على الشاشه وعمال بلف القلم زي البوصله واشوف القلم هيقف فين، هيقف على انهي طرف. سرحان يعني. وهو كان موقف الحصه بقى 10 دقايق قاعدين كلهم بيتفرجوا عليا وانا ما خدتش بالي. لا انت كده شارب فعلا. مش فايق بقى معلش. انا مش هقدر اقول اسامي المدرسين للاسف لان هم ممكن يجوا تحت البيت هنا يعملوا لنا مشكله. بصوا هم حوالي 8 9 كده كلهم متحرشين. ايه؟ ليه كده؟ هما كانوا كده، كانوا معروف عنهم كده في المدرسه وكان معروف عنهم. ايه الهبل ده يا جماعه؟ وفي مدرسين كده؟ كلهم للاسف كانوا فوق ال 50 سنه، حاجه غريبه جدا حاجه مريضه. في مره بتديها مثاليه ليه؟ عشان تحملت التحرش؟ لا انا ما تحملتوش. استنى. امال ايه ده؟ انا اولا المستر اللي كنت بعرف ان هو كده كنت بطرده من البيت، دي اول حاجه. اولا انا كنت باخد كل دروسي في البيت، مفيش غير درس واحد بس كيمياء كنت باخده في سنتر، كان اسمه مستر فكري. ده غير مستر فكري ده كان راجل كبير طالع على المعاش من زمان، ومن المدرسه العسكريه برضه، مدرسه مستر جميل جمال. وما انتوا اللي غلطانين جايبين مدرسين قاعدين مع اولاد بس. هو مستر فيزياء لقيته اتكلم في الاحياء ويحكي لي عن حاجات غريبه انا مش عايزه اسمعها، وانا كنت مش عارفه في الحرب خدوني اسير وعملوا لي مش عارفه علامه ايه في ظهري وراح عامل لي كده، فانا قمت طردت. عمل لك كده في الحصه؟ ما عدا برايفت بقى انا وهو راح عمل القميص كده، يعني هو لو فاكر ان دي حاجه مغريه بالنسبه لي. مغريه ايه ده؟ واخد علامه في حرب. ايه الاغراء في كده؟ يمكن بيوريني ان هو بطل وكده، مش عارفه. المهم ان انا طردته، وبعدها بفتره عرفت ان هو راح يدي مجموعه لاختي بقى. اختي انا كنت في ثالثه وهي كانت في اولى. رحت رايحه جري بقى اختي. لا هي قالت لي، انا قلت لها هو بيضايقك وبيتكلم في حاجه غريبه، اصل هم بقى كتير، هم حوالي 7 8 قاعدين. هو الحصه راح عامل لهم كده. في واحده متضايقه منه، في واحده في الدرس متضايقه منه، بيبقى قاعد جنبها كده وحاطط ايده على رجلها كده. ايه ده؟ شوف انا اتخضيت مع انك مراتي، بس اتخضيت. حاطط ايده على رجلها، ما ينفعش يعمل كده على ركبتها يعني. يمكن مثلا نيته خير اللي هو فوقي. لا اللي هو بيحط ايده على ركبتها بيطبطب عليها، فتلاقيها قاعده عامله كده مش بتتكلم، خايفه من الموقف. في بنات كتير بيحصل لها رهبه كده في اي موقف غريب زي كده، فكلمتني وحكيت لي. رحت رايحه بقى قعدت في الدرس معاهم، وانا عارفه ان انا طرداه. هو انت جايه كده في حاجه؟ فقال لي انت جيتي ليه؟ فقلت له انا جايه احضر مع اختي عادي. فضحكت على الشرح بتاعه ان هو قال حاجه غلط، فبدا يتوتر. على نص الحصه بقى التوتر اعلى وبقى مش فاهم انا بعمل فيه ايه، بس انا عماله اكلمه بطريقه وحشه وهو مش قادر يطردني لانه مش بيته، انا قاعده في بيت صاحبتي. في الاخر بيقول لي عيب انا قد ابوكي. لما من كتر الزنقه بقى انا مستنيه اصلا يقول الكلمه دي، انا عماله ازنقه عشان يقول الكلمه دي. قلت له قد ابويا يا راجل يا شايب يا عيب يا قليل الادب، قد ابويا وانت قاعد تحط ايديك على رجلين البنات، قد ابويا ايه اللي مش متربي، انت اصلا راجل ما عندكش ضمير ولا عندك دم ولا عندك دين.
ايه ده عيط؟ والله العظيم عيط وراحوا البنات بقى قعدوا يقولوا له معلش يا ولاد يعني انتوا جايبيننا نتخانق وفي الاخر تقعدوا تطبطبوا عليه هو. يا نهار ابيض. ما علينا يعني، المهم ان هو مشي من الدرس ده وما جاش مجموعه تاني ولا جه عندنا تاني ولا جه عندهم تاني. بس هزقته. ما حدش دلوقتي عارف الحقيقه فين، بس اكيد في عارفين ايه يا ابني؟ ما انا عملت كده لقيته حاطط ايده على رجلها. خلاص. الهوا يا جدعان، ده وانا صغير كان في مستر اسمه جمال بتاع الرياضه في اعدادي، كان على طول يا زينة يجيبني في الحصه يقعدني جنبي ويقعد بقى يحط ايده كده على ودني انت القرقوشه دي ويقعد يلعب فيها. ليه؟ المشكله ان انا ما كنتش بتضايق، كنت بعمل عن كده. انا كنت في اعدادي، في اولى اعدادي وتاني اعدادي، كان احسن مدرس رياضه شفته في حياتي. كنت بتقعد تعمل ازاي يا احمد؟ يعني تعمل كده او يحط ايده في قفايا ويزغزغني. طيب قوي يا حبيبي. طب انا كنت فاكره بيلاعبني. ما هو كان بيلعب. لا اكيد الراجل ده كان بيلاعبني، انا بحبه أيوة جدا. كنا عايزين نعمله تمثال تمثال؟ وساعات بيلعب في شعري بس ما كانش بيحط ايده على جسمي، هو كان ودني بس بيحب القرقوش. مش عايزه اعرف تفاصيل، المهم يعني ان والله انا بحبه مهما انا عمل. ايه؟ في ودني. ايه اكتر مدرس كنتوا بتكرهوه وحكوا لنا موقف معاه؟ عمركم زوغتوا من درس في الثانويه العامه؟ الحقيقه انا ما كنتش بروح درس الفرنساوي والتاريخ. زوغ من درس ليه؟ ما كلهم مزوغين، اشمعنى انا كنت بهرب من الدروس، كنت باخد الفلوس دي بس لان كنت بطلعها لله، يعني بطلع جزء منها صدقه لله، ليه؟ عشان ربنا يبارك لي في صحتي وفي الماده التعليميه اللي انا عارف ان انا ما بعملش مجهود. الجزء التاني بقى كنت بصرفه على نفسي، مستلزماتي الشخصيه، يعني معجون سنان برضو كانت نظافه شخصيه، معجون سنان، برفان. انت لو قلت لماما وبابا عايز فلوس اجيب برفان ومعجون سنان هيقول لك لا؟ ده عندنا في البيت اسمها سلع استفزازيه ما كناش بنجيبها. من هنا ليه بتتنك وبتقعد تتخانق معايا على ازازه البرفيوم بتاعتك محطوطه فين؟ ما انا لما دخلت بقى في الجو ده لقيت نفسي فعلا ان انا من جوايا اصلا نضيف، واللي احنا كنا عايشين فيه ده ما ينفعش. ريمي انت كنت معايا في المدرسه وعارفه انا اصلا كنت قاعده في ثانويه عامه في البيت ودروسي كلها كانت برايفت، ما كانش فيه غير درس واحد بس، والدرس اللي بره دوت ماما كانت بتوديني وتجيبني منه، بس بعد ما ماما كانت بتوديني الصراحه انا كنت بنزل. تروحي فين يا زينب؟ ما انا ببقى عايزه اخرج مع اصحابي وماما منعاني طول السنه من ان انا اشوف الناس اصلا، فكنت بخرج اشم هوا ساعه مع اصحابي وبنروح نشرب حاجه ونرجع، يعني كان بيبقى نفسي اشوفهم، وبعدين كان نفسي احس احساس اللي بيعمل حاجه من ورا اهله ده، فاهم؟ على الاقل ما كنتش باخد الصراحه فلوس، والله عمري ما خدت جنيه في دروس مش حقي. اللي ان شاء الله كنت بتحوشي لاهلك، يعني دخلت عليهم بعد اخر السنه قلت لهم غساله يا جماعه انتوا حوشتوا معايا؟ لا الجنيه اللي بتاع المستر بديهوله في ايده، كنت بنزل بدري يعني مثلا الحصه مثلا ساعتين احضر نص ساعه واروح نازله، ما هو بقى مستر من المدرسين الوحشين اللي فاكرينهم اللي هم ما عندهمش ضمير دول، المهم ياخد فلوس وخلاص. عايزين اللي كان بيتخنصر في الجيش. لا عمري ما خدت جنيه، بستحرم بصراحه. عمركم زوغتوا من درس في ثانويه عامه ولا لا؟ لسه ليكوا صحاب من الثانويه العامه؟ يعتبروا صحاب ولا نزوات وحاجات بتفكرنا بالماضي الاليم؟ نزوات؟ هو يعني ايه نزوات؟ مش عارف. يعني بنات؟ لا رجاله، بتكلم عن رجاله. بتكلم بنات يا عم رجاله. نزوات رجاله دي اوحش. نزوات هو النزوات دي كلمه غلط ولا ايه؟ ايوه هما موجودين، انا لسه في ناس اعرفها من ثانويه عامه موجودين بس مش صحابي يعني؟ بس مش صحابي قوي، يعني مش بخرج معاهم كتير، بس معرفه سطحيه يعني بنعرف بعض عادي. انا صاحبي اللي كان في ثانويه عامه قطعت علاقتي بيه خلاص. ليه؟ عشان جه في وقت النتيجه وقفنا في الشارع فبقول له انت عملت ايه ونجحت ولا لا؟ انا جبت يا ابني 86%، انت ايه الاخبار؟ بتصل بيك ما تردش. راح واقف كده قال لي انت نجحت وانا عدتها، انت من طريق وانا من طريق. وراح مشي. فانا مش فاهم ايه المبرر يا ابني، هقعد معاك وانت بتعيد السنه اذاكر لك تاني عادي. اللي هو ازاي احنا كنا مع بعض ما بنروحش الدروس سوا؟ غار منك، عايزك تفشل زيه. على فكره انا عارفاه اسمه محمد. ليكي لسه صحاب من الثانويه العامه ولا لا؟ صحابي هي قاعده ورا الكاميرا اهي، اسمها ريم وساره علي واي عبد الخالق، بس هم دول اللي انا اعرفهم. والله كويس. يعني ومعايا بقى لحد دلوقتي بقى، يعني خلصنا وتخرجنا واتجوزنا. طب ما فيش صاحب وحش؟ صاحب وحش؟ ما انا هصاحبه ليه لو هو وحش؟ مش هعرفه. عرفت ان هو وحش يعني بعد الثانويه العامه؟ لسه ليكم صحاب من الثانويه العامه؟ اعملوا لهم منشن. حوشتوا كام فلوس في الثانويه العامه؟ حوشنا كام فلوس. والله اكتر حاجه حوشتها في ثانويه عامه كانت 120 جنيه، لان الفلوس الحرام انتوا عارفين كلكم ما بتقعدش. هو ينفع اقول الفلوس اللي هي مش من الخنصره؟ بامانه والله ما خنصره. بابا كان بيديني فلوس عشان اخرج، عشان اعيد، عشان ادخل سينما، عشان اروح مع اصحابي مش عارفه ايه، عشان اجيب لبس، علشان اجيب اكل من بره. فانا كل ده انا كنت مطحونه في المذاكره وما وريش اي حاجه غير دروسي والقطط اللي انا كنت مربياها، فكنت على ما باكلهم واشربهم واذاكر
كان بيبقى اليوم خلص، فكانت الفلوس دي بقى كانت بتتحوش، فانا تقريبا كنت محوشه 12000 جنيه. ايه 12000 جنيه في اديها مثاليه طبعا. 12000 جنيه في ثانوي دول عاملين دلوقتي 120000. فانا كنت محوشاهم بقى، وبعد كده بقى صرفتهم بقى في الجامعه بقى، قعدت بقى اجيب هدوم بقى في الجامعه واجيب الماتيريالز اللي انا بستخدمها. والله جدع. عايش عشان كده اتجوزتها. عشان بعرف احوش. حوشتوا فلوس قد ايه وانتوا في ثانويه عامه؟ عمركم شلتوا ماده قبل كده؟ ومش شرط في الثانويه العامه. عمري في حياتي ما شلت ولا ماده. طيب احمد شال ماده على يدي اصلا. حاجه في الماجستير؟ في الماجستير. طب انا مش راضي اقول كده عشان انت هيبقى وشك وحش عليا، الناس هتقول كده في الكومنتات، فانا قلت عمري ما شلت ماده. استغفر الله العظيم. طب انا شلت ماده، كنت بمتحن وبعمل ماجستير وانا في الجيش، فما كنتش عارف. يا حبيبي كان بيعمل ماجستير وهو في الجيش فشال ماده. نرقص بيه. انا ما شلتش ماده طبعا لحد ثالثه ثانوي، مفيش حد بيشيل مواد يعني في الفتره دي. لا في. انا دخلت الكليه، كليه علم رياضه اصلا، فنون تطبيقيه، وانا كنت علم علوم، فدخلت اخدت ماس، يعني انا اصلا كنت عربي، دخلت اخدت رياضه انجليزي، رياضه بالانجليزي، اللي هو انا مش فاهمه اي حاجه بجد. شفتوا اللي هو انا طول الوقت شايفه ده كده في الورقه، واكتشفت ان انا مش عارفه اغشها حتى. شلتها بقى في سنه اولى ترم اول. تخيل انا داخله مقبله على الحياه، خدت ماس في اول ترم شلته، فانا ببص في النتيجه في الاخر لقيت فيه اف. ايه الاف دي بقى؟ فرحه. معناها ايه؟ اف فاضي. قعدت ابصلها شويه مش فاهمه ومش قادره استوعب انا ازاي شلت ماده في اول ترم. كان حزن يعني. وبعدين اتصلت بابا قلت له بابا انا شلت ماده، قال لي ماشي يا حبيبتي. بس خلاص فضلت شايلاها اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه، امتحنتها في سنه خمسه، انا كنت خايفه ادخلها، انا عندي فوبيا من الرياضه. حد فيكم شال ماده قبل كده؟ وايه هي الماده؟ كان مجموعكم كام في الثانويه العامه؟ 86. ايه ده بجد؟ سبحان الله، الطيور على اشكالها تقع قوي يعني. والله انا ما خدتش بالي. روح للناس يا حب خلي الناس. وانتوا بقى جبتوا كام في الثانويه العامه؟ كنتوا فين وقت ما النتيجه ظهرت؟ كنت باخد كورس قدرات بتاع فنون تطبيقيه، لان انا كنت عارفه ان انا هدخل، بس كنت فاكره نفسي هدخلها حكومه، لان هي كانت من 92 ساعتها او 91 ونص. فكنت باخد الكورس بتاع القدرات عشان اروح امتحن قدرات وخلاص، انا مهيئه نفسي انا داخله فنون تطبيقيه. فوانا قاعده في الكورس والمحاضر واقف بيشرح، جالي تليفون قالوا ايه زينه جبت 86%، روحي خلاص بقى انت مش هتخشي بقى فنون تطبيقيه. رحت بقى قعدت بقول لبابا عايزه ادخل فنون تطبيقيه خلاص اعمل ايه؟ فقال لي كام حسابها كام يعني؟ جبتها من على النت، جامعه اكتوبر. هو انت 86% دي ما تدخلكيش فنون؟ فنون تطبيقيه كانت من 92 او 91 ونص. فجبت بقى من جامعه اكتوبر الاسعار، فلقيتها بكام؟ 8500 جنيه. قلت له بس يا بابا 8500 هي رخيصه بقى، وتعالى بقى وديني، وقعدت اعيط. المهم راح في الاداره وهو بيحاسب لقى 8000 ونص في الترم. الله. فراح خرج بصراحه يعني. انا قلت له خلاص يلا نروح، لما لقيتها غاليه كده والله راجل يشكر. قلت له بس خلاص يلا نروح. راح قال لي لا انت نفسك فيها هدخلها. يا حسيت بقى ان الدنيا حواليا كده ايه، الوان الطيف كده، بص الوان كده ونجوم وقلوب طايره حواليا. قلت له بقى يا حبيبي ربنا يخليك، جناحات بترفرف في طوق اصفر كده فوق دماغ ابويا وجناحات بيضاء، يعني دخلني الكليه واتخرجت ما اشتغلتش بيها. ادي لابوها نقطه مثاليه. تمام. عم اشرف نقطه مثاليه. انا النتيجه طلعت كنت باكل، دي حاجه عاديه جدا. كملت اكلك عادي؟ كنا بنفطر، كنا في رمضان، فهم شبعوا تقريبا. اول ما النتيجه طلعت كل واحد قام، بابا قام دخل اوضته وقفل على نفسه. كانوا زعلانين؟ ما اعرفش، بس هي طلعت وانا بفطر في رمضان انا فاكر، وكنت باكل عادي وكملت اكل. كملت اكل؟ يعني النتيجه طلعت. طب وهم كنتوا فين لما النتيجه ظهرت؟ رد فعل اهلكم على النتيجه؟ ماما زعلت شويه يعني، نفسها ان انا اجيب 98%، مش عارفه كانت طموحه في الطموح ده منين وانا اصلا بذاكر من شهر 5. ووفاء اختي عايرتني لان هي دكتوره، مع انها اصغر مني يعني، هي كانت في اولى ثانوي بس بتعايرني، يعني هي عارفه انها لما تيجي لما تحصلني هتكسرني. هتكسرني. هي كانت عارفه انها هتيجي هتعلي عليا، بس فعايرتني وقالت لي وماما قالت لي الحمد لله يلا مش مشكله، انا كنت عارفه اصلا انت كنتيش بتذاكري يعني، كنت متوقعه منك ايه. كده برضو نفس بتاعت وفاء. اللي وقف في ظهري الصراحه وما هموش، قال لي عادي يعني محدش بياخد اكتر من نصيبه. ابويا بعد قصدي ما قلت لهم النتيجه طلعت، قاموا كل واحد دخل في مكان، بابا دخل اوضه وماما دخلت الحمام. وبعدين قلت لهم ان انا جبت 86%، لما لقيت ان محدش عايز يسالني انت جبت كام، محدش مهتم، مش عارف ليه. انا متبرع يا جماعه هقول لكم. فقلت لهم انا جبت 86%، انا نجحت محدش قال حاجه، ورحت نازل. بس ابويا مش فاكر رد فعل، ان هو تقريبا ما خدش رد فعل، او كملنا عادي حياتنا عادي. احمد نجح في ثانويه عامه، هنعمل هيصه في ايه يعني، ده اول واحد ينجح.
ايه رد فعل اهاليكم لما النتيجه طلعت؟ مجموعكم دخلكم الكليه اللي انتوا كنتوا عايزينها؟ انا اصلا حاطط رجلي على رجلي من اول ما دخلت ثانويه عامه، انا عارف ان انا هدخل حقوق. ليه؟ ابويا مأذون وعمي مأذون ومحامين، طقم محامين، احنا عايشين في الورق والقسايم طول عمرنا، فانا ما عنديش كار تاني ادخله. وانا طفله كنت عايزه ادخل طب، بس لما كبرت لقيت الموضوع صعب قوي، 7 سنين هيضيعوا من عمري، قلت ادخل حاجه اقل شويه، رحت دخلت بقى فنون تطبيقيه وكنت عايزاها يعني وانا في ثانويه عامه. حتى ماما كانت مسجلاني من قبل، واحنا لسه في اعدادي اصلا، كانت مسجلاني على الموبايل المهندسه زينه، ومسجله وفاء على الموبايل الدكتوره وفاء. هي محدده مصيركم من من اعدادي. انا كتبت حقوق في التنسيق رغبه اولى، وكنت مرحله اولى واحنا بنقدم، فرحت اقدم، مفيش حد في الكليه بيقدم غيري، والموظفه على الشباك قالت لي استنى المرحله الثانيه لما تفتح. قلت لها حضرتك انا مرحله اولى، راجل جايب 86%، اقف ليه مع بتوع المرحله الثانيه وهم بيقدموا؟ قدموا لي. متعودين ان المرحله الثانيه طبعا انتوا بتقللوا طبعا من قيمه كليه حقوق، يا كليه حقوق كليه عظيمه تفتح من المرحله الاولى عادي. جايب حاجه و70% في علمي يخش حقوق يقعد معايا. ما انت اللي اخترت. انا كتبت اول رغبه في التنسيق لان انا كنت عايزه بقى اقدم في الحاجات اللي فيها علوم، كانت رغبه اولى، يا رب يسامحني على اللي انا عملته ده، دار علوم الفيوم. جدع. فدار علوم يعني فيها علوم، ياخدوا فيها علوم. داخله الكليه بالشبه. دار علوم. بتختارها بالشبه. فجات لي بقى رغبه اولى بقى، فجات لي هيه، لسه بقول هيه، بيدرسوا فيها عربي. مدرسين عربي. حسيت ان في سيف دخل في دماغي من فوق هنا. اقسم بالله. مش تسالي يا بنتي على الكليه قبل ما والفيوم يعني انا مش بس ان انا كتبتها. رحت بقى وقدمت، وقالوا لي قدمي فيها وبعدين انقلي لي ورقك بس تبقي في الكليه حكومه. ما كنتش لسه بقى ايه اتاكدت ان بابا هيدخلني فنون تطبيقيه خاص. رحت بقى الفيوم دي وركبت بقى عربيات وبلاد تشيلني وبلاد تحطني وزحمه، ومشينا في مدق كده في الصحراء عشان نوصل، واحنا ماشيين رايحين راح عيل صغير طلع علينا من الغيط كده، راح حادف طوبه في قلب الازاز، راح الازاز بتاع التويوتا اتكسر مواصلات. ده مشوار موفق جدا. عارف اللي هو ربنا بيقول لي ارجعي ده مش مشوار. كل دي اشارات والله. وراح السواق بقى نزل سابنا في الطريق وخد مفتاح العربيه ونزل يجري ورا الواد في الغيط، وسابنا ساعه الا ربع مقطوعين. ما روحتوش بجد؟ تراب، العربيه ماشيه في تراب. انا شايفاهم بقى راحوا في وسط البيوت، يعني الغيط ده طريق كده والغيط كده والبيوت، بيوت الاهالي، ووصل لحد بيوت الاهالي ودخل فيها يجري ورا الواد، ووصل لحد بيت اهله وعرف هو مين وخد منهم فلوس حق ازاز العربيه ورجع. بعد معاناه وصلت الكليه. بحب التوكسيك يعني. ايوه، ورجعت بعد كده ما رحتش هناك تاني خالص، ما رحتش في يوم تاني خالص احسن ولا حتى وادي الريان في رحله. شايفين ان تعبكم راح على الفاضي واتظلمتوا في الثانويه العامه ولا لا؟ وانت غشيت؟ لا ما كنتش بعرف اغش في ثانويه عامه للاسف يعني. انا ما غشيتش ولا كلمه في ثانويه عامه 86 بمجهودي بجد. وتنصحوا اللي داخلين على ثانويه عامه بايه؟ ادخل عادي، دي مش حاجه كبيره والله، ولا حاجه تخوف، ولا تحط نفسك في توتر عشان ما تفضلش قاعد طول الوقت خايف. ما تديش فرصه حد يوترك. نظام اصلا عمالين بيغيروه كل شويه وبيجربوا فيه، فما تزعلش على نفسك، حاجه مش في ايدك اصلا ان انت تتحكم فيها، انت بس اعمل اللي عليك وربنا هيعوضك. ذاكر واعمل اللي عليك، وكده كده هتلاقي في الاخر الطريق اللي ربنا كاتبه لك. حتى لو اتخرجت من طب ممكن يلاقي نفسه فتح مشروع تاني، ربنا رزقه في حته تانيه، فكده كده ربنا هيرزقك وهتعمل مشروع، هتشتغل في شركه، هتعمل اي حاجه. يعني الاستاذه اللي ورا الكاميرا ديت خريجه تجاره وشغاله مدرسه الماني وقاعده بتصور معانا دلوقتي، ملهاش اي علاقه خالص بالثانويه عامه. وانا خريج حقوق وشغال انفلونسر وهي مهندسه ديكور. مهندسه ديكور، وكنت شغاله في الماركتنج وحاجات مالهاش علاقه خالص بالديكور. اشتغلت في الديكور فتره بس ما حسيتش نفسي فيه، انا تعبت نفسي 5 سنين والله. فسيبوها على الله، اعملوا اللي عليكم وسيبوا الباقي على ربنا بس. يلا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب لو انتوا وصلتوا للحته دي، يبقى كتر خيركم جدا، احنا بنشكركم جدا، وكملوا دعمكم واعملوا لايك. اعملوا منشن لكل اصحابكم بتوع ثانويه عامه، قولوا لهم ربنا معاكم ويوفقكم لان نتيجتهم لسه ظاهره، ربنا معاهم يا رب. مين فينا اللي طلع من انتوا الاثنين؟ احنا متعادلين في المثاليه 8 يا احنا مثاليين جدا يا زينه. حب روح للناس يا حب.